بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي خاصة الأفارقة. نعم. الأفارقة تحت عندهم سحر الفوض والسحر الأسود، سحر الدومة. نعم. مولفين يعني كاين فيديوهات متداولة في اليوتيوب والتيك توك أنه يعملوا الحجاب والكتاب عند باب المرمى هذاك وين يسجلوا الأعداء. من اللي خسرنا مع الكاميرون، من اللي بعنا الماتش مع الكاميرون، نعدين الراسه تاع اليهود ونعدين الراسه تاع الخونه ويحرق الراسه تاع بيبيكم يا واحد الفروخه يلي على جالكم خسرنا. خماج الله غالب. انتوما لي موريتانيا ميساج برك لخوتنا الموريتانيين، تاكلوا في الغله وتسبوا في المله، يعني ما لعبتوش كاع بالو وكي لحقتوا الجيري وليتوا تعرفوا تلعبوا بالو بصحتكم. ثالث فرحة. الفرحة الأولى كانت بخروج تونس من المونديال، والفرحة الثانية عندما خرجت الجزائر، جزائر الجنرالات، والفرحة الثالثة هي اليوم موريتانيا المدعمة إلى اليهود. أما الفرحة الحقيقية كذلك هي غدا عندما تروح المروك، المخزن يروحوا، وسأكون مناصرا لجنوب افريقيا لانها قدمت دعوة ضد اليهود اللي يقتلوا في خاوتنا فلسطين. اما الشعوب العربية كلهم خاوتي، وخاصة الاحرار في جميع العالم. اما الانظمة بكل كلاب. عاش سهرة أمس مختلف شوارع مدينة وهران على غرار العديد من مناطق الوطن أجواء من الفرحة والاحتفالية بعد تأهل المنتخب الصديق جنوب إفريقيا إلى نهائي كأس إفريقيا. كرة خطيرة! هادي فرحان برا عليا، هادي صافي بليزير خويا نتفرجكم بافريكاني. يا سيري يا سي دافري نبغي موتسيبي. هما دوكا رايحين يدخلوا في يعني اون كريز، اولا لان هما كانوا يعني دومي فيناليست على كوب دي موند، يعني سي با لا ميم شوز. حنا قال ما مشيناش كاس العالم، كنتوا تضحكوا انتوما دومي فيناليست واقصيتوا من الثمن النهائي. كانوا يعني يطبلوا ان عندهم رئيس بمثابه يعني شخصيه كبيره في دواليب كره القدم الافريقيه. هاو اليوم ارضيه الميدان، ولو تكون انت هو غول افريقيا، ارضيه الميدان والعداله الالهيه هي التي انتظر. عندك يا بونو الهدف الثاني. تروحوا الطياره ديريكت دواركم 1 2 3 فيفا الجيري. دروك راني نرقد غايه كي شاورت مروك ولي نرقد غايه دروك خاوه. للإعلام الجزائري تنجاوب غير بجواب بسيط، وهي آية قرآنية كريمة تتقول: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. المغربي لم يظهر الشيء الكثير لحد الآن، يعني أنا فرحت كي طحنا مع المغرب أحسن من نيجيريا. أنا ظهروا لي نيجيريا أقوى بكثير من المغرب، والمغرب راح تكون في هذاك الديربي مغاربي، الجمهور راح يكون غفير، مش يكون الجمهور قليل كما في نيلسون مانديلا، راح تكون هذيك لا جرينتا، والجمهور ربما هو اللي راح كما صارت في كأس العرب. أعتقد بأنه كي طحنا مع المغرب أحسن حتى من ناحية المستوى. أعطيوا للبنان المروكي حيوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يهدر على البنان غير الحيوان. هذه رسالة لهذوك الجرابيع، المجموعة ديال الجرابيع. أما الجزائريين رجال، ما مش كما الجرابيع اللي خرجوا في الاستاد يقولوا أعطي البنان. مروك من بكري فيها البنان، أما الجزائر عمرها عرفت البنان. أنا يا زايد في 76 كلت البنان في 92، يعني كارثة حقيقية والله. لي تسعى البنان نهار جابوا تفليقة في 2000 باش الجزائريين عادوا يعرفوا البنان، والله حقيقة. نحن نقول إلا الحق، تعطيو البنان مروك والله إلا كارثة. بهدلتوا بينا. اسكتوا تهضروش على البنان. مروك من بكري خلاص فيها البنان، من بكري خلاص. بالله سمعوا الفقيه هذا الجزائري شنو غادي يقول على المنتخب المغربي. معروف المنتخب الوطني يعني خاصة الأفارقة. نعم. الأفارقة تحت عندهم سحر الفوض والسحر الأسود، سحر الدومة. نعم. مولفين يعني كاين فيديوهات متداولة في اليوتيوب والتيك توك أنه يعملوا الحجاب والكتاب عند باب المرمى هذاك وين يسجلوا الأعداء. واو ماو فاو ساو لاو خاو سبحان من خلقك، سبحان من خلقك، سبحان من خلقك.
نعم. في الشباك يعملوا هذه الامور يكون فيها يعني كاين نتيجه ما تسجلوش، يعني يكونوا خدام اسحار يعطلوا الفريق الاخر، اصابات يبدلوا منحى الكره، خاصه المنتخب تاعنا كاين يعني فرق افريقيه عندها مستوى متواضع جدا، راحوا في كاس العالم راحوا بعدوا جدا. الله ينعل ما يحشم. لا حول ولا قوة الا بالله. واش الاخوان هذا فقيه ولا فقيه ديال الجوميه؟ واش هذا كيهضر من نيته عباد الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله لا ستاج الاخر وحق الله لا ستاج الاخر مع هاد الناس. انا بعدا والله ما عرفت كيفاش نعلق على هذا الفقيه هذا وحق الله. نخليكم نتوما تعلقوا عليه الاخوان على هذا الشيء اليوم. اتمنى الفوز للمنتخب المغربي. انا شايفه ان منتخب المغرب منتخب طبعا عربي، منتخب انا بتمنى له كل التوفيق طبعا، بما ان منتخب مصر ما كملش، فاتمنى ان منتخب عربي ياخد البطوله ويشرفنا ان شاء الله ويرفع اسم الكره العربيه اكتر واكتر كمان. احسن من المنتخب المغربي. ما عرفتش انا واش كيهضر من نيته ولا واكل البنان بقشوره. المهم نديروا له واحد المونتاج خفيف ظريف باش نشوفوا شنو غادي يقول. خليوني نجاوب المغاربه برك، هذوك اللي يكتبوا لي في التعليقات ويقولوا لي باللي نتوما تغيروا منا. فين غيروا منكم برك؟ فين غيروا منكم؟ المنتخب تاعنا خير منكم. المنتخب تاعنا معبي القاب، معبي القاب. الله يودي. فين غيروا منكم؟ واش عندكم انتم؟ ما عندكم حتى لقب. الله يمسخك. ما عندكم حتى لقب. شكون اللي نسقسي قال لك 1776. شكون اللي نسقسي انايا فرعون. نوض فرعون من القبر ونسقسي نقول له شكون المغرب دات لقب ولا تتخربق انت هذا ما فهمتك. نروح نسقسي جوجل. هاني سقسيته قلت له عاصمة فلسطين، قال لي القدس عاصمة اسرائيل. دابا صافي اسكت شويه اسكت، غتبقى تبوع عليا في هضر خاويه. هذا انا منو انا؟ هذا انا من الجوجل انا. هذا ما تكتبش في الجوجل. ما عندكم حتى لقب. اللقب يجي هنا. والله الا خصك غير واحد اللي بوق في يديك وتولي بحال هذوك اللي كيبيعوا جوال برغوت في السويقه. هاهم التريكو جديده تاعنا ودوك نوريو لكم. الهضره ها هي على ولد بالمظلوم. اقرا الهضره. نجوم. احسب نجومك ولا ما تحسبهمش. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما فهمتش هاد الناس هادو. الله يهدي هاد الناس وصافي. الله يهدي هاد الناس. الله يهدي هاد الناس. انا هما الجزائريين اللي كنبغي. هادو هما الجزائر اللي كيهضروا على الحق. وشوفوا هاد الجزائر تبارك الله الصراحة انا بعدا والله تعجبني اقسم بالله. دار هاد الفيديو هذا وكينتقد النظام الجزائري ويفتخر بالملك محمد السادس. خليكم مع الفيديو. نتوما راكم تطاكيو في واحد البلاد للانجازات ديالها طلعوها العالميه. اليوم تمشي لو فان فون تاع لي زيتازوني تقول له اي ام موروكان يقول لك ويلكم. سامع بيه. البلاد هذه عندها غوا الله يطول في عمره كي تري انتيليجون ولي كاباسيتي تاعو بينهم. Il est entouré d'un État et de gens qui travaillent pour l'avancement de leur pays. انتوما vous êtes entouré de requins اللي تخدموا باش تدخلوا البلاد في حير. جوسكا كون فين غادي؟ وين رايحين؟ قمة الغباء هذه تسمى. الناس دير في الانجازات انجازات كبيره بلا ما ندويو على لي تي جي في، بلا ما ندويو على لا لين تاع مراكش اللي عن قريب بلا تحل ساعه وانت لتمايا، بلا ما ندويو على لي تيران اللي عندهم مواصفات عالميه. انت كي تشوف بلاد كيما المغرب كي ما با ديدروكاربور بصح عندها دي بيرسون انتيليجون، عندها ارواج. تو شنو هي لا ديفيرونس اونتر رويومين ريبوبليك؟ هي لا ديفيرونس اونتر رويومين ريبوبليك. بنيه تحتيه ما شاء الله. لو دوزيام بلو غران سميك اون افريك، تقدروا تفيريفيو في انترنت. لو دوزيام بلو غران سميك اون افريك. Des moyens de transport, Allah يبارك. L'organisation des compétitions africaines et internationales. اللهم لك الحمد.
واش عندنا دون لوطر كوتي؟ قولوا لي، خلوها لي في لي كومونتير اش كاين نبك لا ماروكو فوبي. هذا هو اللي كيعرف خاوه ديال بصح، ماشي بحال شي وحدين. شفت الناس على هنا في المغرب يقولوا عاش الملك، باسكو الملك نتاعهم هنا محمد السادس ربي النصره. شوف واش داير الشعب، فهمت؟ تحس انك رايح تسافر، اما القطارات ما نحكيلكش، يعني ما شاء الله. تشوف ولا ماكش تشوف؟ يعني قطارات ما شاء الله. سمعت سي بورصا الناس هنا، يعني الشعب المغربي يقول لك عاش سيدنا الله ينصر سيدنا، باسكو شوف يعني شوف واش خادم لهم يعني جلاله الملك محمد السادس، شوف واش خادم لشعبه، يعني المرافق كي دايرين. سمعت ولا ما سمعتش؟ شوف، وما يخرجوش ويقولوا احنا قوه غير بالسكات، يعني الله يبارك. اما احنا في الجزائر سير الله يرضي عليك، كلام معقول. تحياتي لهاد الجزائري، داكشي علاش الخوت انا كنقول لكم تحياتي الجزائريين اللي بحال هاد الناس هادو اللي كيكونوا عارفين الحقيقه. ومرحبا بك في المغرب، بلدك الثاني. الاخوان دابا غندوزو نشوفوا الاعلام التونسي اللي هضر على وليد ركراكي. صراحه نشوفوا شنو غادي يقولوا على وليد ركراكي فين وصل المنتخب المغربي. وتحياتي لهاد الناس اللي كيهضروا على الحق. ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو. وليد ركراكي مدرب المغرب، قليل باش تلقاه يحكي بالمغربي يهدر بالمغربي كما يقولوا. هما يقول اون ديسيو، يعني يقول رانا احنا متغاشين اللي خرجوا البلدان العربيه، لكن انا نكمل الشمال نتاعي وجيت لهنا على هدف، والهدف باش نوصل له. يقول كذلك اللي يخرجوا بكري البلدان العربيه هذا وراهم يعني ما عنده حتى اهتمام. صحيح احنا عرب من تاسفنا، لكن انا مركز على المنتخب المغربي. مروان تاج وري بونسي لا ميم شوز، كان جا مدرب المغرب راهو انا ناخذ كلمه ما يصيرش. شوف باش نقول لك حاجه، وعنده الى انتيرمون ريزون ركراكي. انا والله الهدف من عديت لانه ذكي برشا في الاتصال للامانه، ذكي برشا. تشوف انت قبل كاس العالم وقت اللي خذا الفريق قال له ما انا حد شيء، قالوا له انت عندك مزهار، قال له ما انا حد شيء، باش نولي شخص عظيم من اجل جراس وجوار. وشفنا حتى كي يخرج رومبلاسون يمشي يحكي مع الانترونور، يوريك الكومونيكاسيون ويعرف روحه شنو. في نفس الوقت راهو الكلام اللي قاله هذاك، في نفس الوقت هو فرحان زاد بخروج الجزائر ومصر وتونس، لان هذوما الفرق هذوما القدام كانوا ينجموا يقلقوه. حاجه اخرى، مصر لازم تنجم تلوم كان انفسها بالديسكور اللي قاعدين يعملوا فيه. مصر من عام 2010 ما هزتش كوب دافريك، صحيح. دونك ماهيش اليوم جديده الحكايه باش مصر نجموا نلوموا عليها ولا نقولوا اليوم. الجزائر نفس الشيء. شنو اللي خلى اليوم الجزائر؟ لكن 2017 2021 فيناليست مصر، فيناليست ما هزتش دوبي 2010 ما هزتش. اليوم انت كي تشوف انت الفريق الجزائري 2019 يهز كاس افريقيا، ومن بعد يتكلم ركراكي اللي اسمه جمال الماضي اللي كانت نقطه القوه نتاعو الكوميونيكاسيون، يقول لك لا كوب دافريك نو نوز انتيريس برو، نحب الكوب دو موند. إليميني في الكوب دافريك اللي بعد 2019 ما يترشحش لكاس العالم 2022 اللي خلى حاجه وحاجه اخرى في الكاس العالم الاخرانيه اللي 2022 اللي ما ترشحش فيها. كانت تفكروا مباراه وقت قبل مباراه الكاميرون قال احنا سانوز انتيريس بلو لا كوب دافريك، احنا نحبوا الكوب دو موند، نهزوا كاس العالم. اليوم جمال بالماضي وقت اللي يحكي لك زاد ونشوف نسمع في التصريحات نتاعو اللي قاعد يعمل فيها توا، يقول لك انا وطني والجزائر وتوا قاعد تعمل في دي بريسيون على البلاد نتاعك باش يخلصوك في الرواتب نتاعك خاطر عنده كونتراتو برولونغاسيون دو كونترا جيسكون 2026. الحاجه اللي تنجم تمنع على المشاكل هذيا وتخرج من الباب الكبير هو ان سي اون سوسيتي بريفي اللي قاعده تخلص فيه وراتب كبير برشا، ياخذ 700,000 دينار في الشهر برشا. معناها يوريك اللي اليوم راهو هذوما الناس هذوما اللي يعرف انا ركراكي انا نحبه برشا، ونقول اللي الشيء اللي قاعد يعمل فيه مع الفريق المغربي يوريك اللي التواضع نتاعو خلات اللي ثم ان سوكسي كبير برشا قاعد يتعمل. المنتخبات العربية وحقيقة عندما تخرج الجزائر وتونس من الدور الأول هو إخفاق الآن، خروج مصر، خروج الآن موريتانيا، يتبقى منتخب عربي واحد هو المنتخب المغربي. كنا نأمل أن تمضي المنتخبات العربية في أدوار متقدمة، ألا نصل إلى هذا الحد من الحضور العربي. الحقيقة يعني شيء واضح اللي صار بهالبطولة هو تراجع المنتخبات العربية. شو الأسباب؟ أكيد هن اللي بيعرفوا، لأنه هن اللي داخل
المعمعة هاي. الملفت للنظر هي ثبات المنتخب المغربي طبعا بعد إنجازاته بكأس العالم وظهوره المشرف للعرب، كان شيء لا يوصف. مثل ما بقولوا كل العرب وقفوا خلف المنتخب المغربي، وبرأيي الآن سوف نقف خلف المنتخب المغربي، لأنه هو الوحيد البقيان، الأمل الوحيد اللي عندنا بالبطولة الأفريقية نتيجة خروج المنتخبات العربية الباقي من الدور الأول، ولا مثل ما شفنا المنتخب الموريتاني الخروج من الدور 16. بظن المجموعة موريتانيا أنه الاتحاد الموريتاني لازم ينظر للمنتخب هذا بشكل جدي ويضع له استراتيجيات للمستقبل ووضع الخطط مع ثبات الجهاز الفني والتدريبي، لأنه بظن اللي سووه موريتانيا شيء واضح. شفنا الكرة الموريتانية بالسابق وحاليا شفناها شو سوت، وخاصة بالمباراة الأخرانية كانوا عامل مميز ضد منتخب الجزائر. منتخب موريتانيا كابتن ياسر غير مطالب بالشيء في هذه البطولة، يعني تأهل الدور. ايوا انتم الاخوان سمعتوا، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو حلقه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تفاعلوا مع هذا الفيديو ده باش يطلع الناس اخرين، ونتمنوا نفوز ان شاء الله المنتخب المغربي. وتحياتي لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.